السولية اليوم؟ مش انا. انت كل يوم يا شيحة انا بقرا البوستات بتاعتك، هل جددت للسولية اليوم؟ ازيك انا الاول؟ برحب بيك يا دكتور وضيفك الكريم وكل الساده المشاهدين، ومتالق دائما. مش هيجددوا للسولية يا دكتور. لا. شيحة انا عارف ان انت توقفت، صح كده؟ لا ما حدش يقدر والله يعني الكلام اللي نازل، طب ما في اخبار هي بتبقى غلط او متحاول للتحقيق؟ غلط. لا ولا في الكلام ده خالص. طيب خلاص، يبقى اذا الخبر بتاع برضو الظاهر في حد حلم تقريبا كان الجو ساقعه وما كانش مستغطي كويس، يعني كان الغطا تقريبا عامل. طيب يعني رايك ايه في البيان اللي نزل من النادي الاسماعيلي بخصوص بطوله 2009؟ والله انا ما قريتش البيان، لكن انا شفت مواقع التواصل الاجتماعي معظم الاسماعيلاويه. ممكن تعلي صوتك شويه بس يا شيحة؟ بقول لحضرتك انا ما شفتش البيان يعني. في الحقيقه يعني ما بقراش اصلا الموقع الرسمي للنادي الاسماعيلي ده اذا كان نزل على الموقع الرسمي، لان الموقع الرسمي كتب فيه اخبار للاسف احيانا ما بتبقاش معبره عن النادي الاسماعيلي، لكن بتكون معبره عن اراء شخصيه لرئيس النادي او نجله. فبصراحه انا ما بقراش المواقع، لكن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه الصفحات الاسماعيلاويه بتتكلم عن الموضوع. وانا بقول لهم ارحلوا وسيبوا النادي اذا كان ده فكركم، يعني ما تبقى منكم يعني لن يرضي طموح النادي الاسماعيلي وجماهيره. ركزوا في بطوله الدوري اللي احنا فيها ديت واللي انتوا عملتوه فينا. انتوا وصلتوا الجماهير انها بتعتبر مباريات الجونه والرجاء وعفوا والنصر واحترامي لكل الانديه من مصر. مفيش مشكله. بيعتبروها مباريات قمه وجمهور الاسماعيليه بيسجد شكرا بعد الفوز على المقصه والجونه والتعادل مع الانديه دي. فانتوا ما تتكلموش على بطوله. شيحة ما هو وارد بيحصل في كره القدم والانديه بتعلى بيجي له يعني. انا موافق يا دكتور، انا موافق، لكن ما تنساش ظروف النادي، الاصابات 4 صليبي و2 مفتاح 5. يعني انا حاسس ان النادي الاسماعيلي انا بقول لحضرتك يا فندم وارد وطبيعي وبيحصل في معظم الانديه، لكن تكون صريح وتطلع تقول للناس ان انت اخطات وتعاقدت مع لاعبين دون المستوى، واصابه نجم كبير زي حسني او محمود متولي اثرت في الفريق، لكن انك تتمادى وتقول انه صح، هو ده منتهى الخطا. ومجلس الاداره الحالي يا دكتور عمرو مسك النادي الاسماعيلي اول موسم كانت نتيجه شغل الدكتور رأفت عبد العظيم والمجلس اللي قبله. صعدنا افريقيا والبطوله العربيه وكنا في المربع الذهبي. تاني سنه حضرتك ما دخلناش المربع الذهبي في دوري المجموعتين، الدوري هو الاضعف في تاريخ الكره المصريه. السنه دي حضرتك النادي الاسماعيلي ما بينه وما بين الترتيب رقم 16 6 نقاط، يعني ما بين النادي الاسماعيلي في المركز هو ما بينه وبين المربع الذهبي برضه حوالي 6 أو 7 نقاط، لكن ده مش النادي الاسماعيلي، مش النادي الاسماعيلي اللي يتحايل عشان يدخل المربع الذهبي. طب ما تجيش تتكلم تقول لي 2009. ايه المطلوب من مجلس الاداره يا شيحة؟ المطلوب منهم الرحيل. هم عملوا حاجه عشان يقعدوا؟ هم قاعدين ليه اساسا؟ ما بيتهيألي فاضل سنه، يعني انت بتتكلم في سنه يا فندم. سنه ايه؟ ما هو الرئيس حسني مبارك كان فاضل له 100 سنه. ايه المشكله يعني؟ عادي جدا، هو فاضل له سنه يعني يقعد سنه عشان النادي الاسماعيلي يقع؟ يا بيه عمل ملاعب مفتوحه، عاوز يجيب الوزير المحترم خالد عبد العزيز يجي يفتح ملاعب مفتوحه، ودلوقتي وانت بتكلمني دلوقتي بيلاعب فيها العيال اللي شغاله عنده، بيلعبوا فيها دلوقتي في الملاعب المفتوحه. لسه ما تمش افتتاحها؟ لسه ما تمش افتتاحها. والعيال اللي شغاله عنده يقول لك الاخصائي ولا الاستشاري قال يتلعب عليها قبل المباراه. انا بس عايز اقول حاجه يعني مع احترامي وتقديري. طبيعي يا شيحة عشان يعني يطبق يا فندم. طب الارض نفتحها وبعدين تتبين. هو انت شايف النادي اتفتح؟ طب هو عمل انجاز ان هو عمل ملاعب اهو. دكتور يعني المشاهدين يعني مش من حقهم يسمعوا مني حاجه مش لطيفه. يعني يا فندم عمل ملاعب ايه؟ دي فلوس الوزاره عملتها. انا عايز اعرف ايه قيمه كم الملاعب الخماسي اللي اتعملت في النادي الاجتماعي دوت. يا سيدي كنت عملت حمام سباحه كمرحله مبدئيه. انا النهارده قريت يا شيحة ان الوزاره وافقت على انشاء مجمع سباحه، وان الجيش تعهد في خلال من 3 ل 6 اشهر هيسلم ده في النادي الجديد. بص حضرتك طالما الجيش قال انا اصدق، لكن احقاقا للحق
العمري فاروق هو صاحب الفضل في انشاء النادي الاسماعيلي الاجتماعي وما بعده. ما برضه يحسب لمجلس الاداره. ما هو يعني اكمل لحضرتك بس. هو مجلس الاداره جه لقى النادي الاجتماعي، هو مجلس الاداره جابه، اللي جاب النادي الاجتماعي ده ابراهيم عثمان ومن بعد رأفت عبد العظيم. خلينا يا سيدي ما كله بيكمل بعضه يا شيحه. يا فندم خلينا اكمل لك الموضوع. لا يا دكتور اديني فرصه اتكلم. الوزير العمري فاروق هو اللي بدا في هذا النادي، وجه الكابتن طاهر ابو زيد كمل على هذا الكلام. المهندس خالد طبعا مشكورا كمل على اللي عمله الوزير العمري والوزير طاهر ابو زيد. لكن ما يؤخذ على مجلس الاداره، النادي الاجتماعي ده كان زمانه خلص يا دكتور عمرو. يعني انت من 3 سنوات معاك 3 وزراء، حظك ان هم بيحبوا النادي الاسماعيلي، ادوك الدعم الغير مسبوق، لكن انت اسأت استخدام الدعم. يعني بمعنى ايه يا دكتور؟ يعني انا كنت ممكن اعمل المرحله الاولى حمامات سباحه مثلا زي ما انت بتقول، وبعدين ايه فايده مجمع حمامات سباحه في نادي اجتماعي؟ ما تعمل بيسينات والكلام ده كله. يعني انت ايه اللي في دماغك؟ يعني انت عاوز تعمل ايه؟ ايه فايده الملاعب الخماسي؟ اسماعيليه كلها ملاعب خماسي، انك تعملها في النادي الاجتماعي. انت معايا ولا مش معايا؟ احنا عاوزين نادي اجتماعي زي نادي الصيد، شيحه زي نادي هليوب. شيحه اسالك سؤال وترد بصراحه، انت نازل الانتخابات اللي جايه؟ ان شاء الله لو المهندس ابراهيم عثمان ما دخلش، او الحاج حماد موسى، او علي غيط، او اي حد انا هشوفه افضل مني، انا داخل رئيس النادي الاسماعيلي ان شاء الله وهنجح. طيب شيحه، انا بقدر حبك للنادي الاسماعيلي، وكل واحد بيحب النادي بطريقته. نتمنى يعني ما نسمعش اي اخبار وحشه عن النادي الاسماعيلي